في واحد يقول لك انا ما فتحتش الكتاب، انا ما فتحتوش. بالنسبة له هو ما فتحوش غير بالنسبة لك انت ما فتحتوش، لانك انت بتكون فعلا ما فتحتوش بالمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبنا طلاب الثانوية العامة، وفيديو جديد تعالى اقول لك تمشي مع مين في الثانوية العامة، او ازاي تختار صديقك في الثانوية العامة. اهم نقاط لازم تتوافر في الصديق ده ان هو ما يكونش موجود اصلا. ايه يا مستر انت بتقول لنا ان احنا ما نمشيش مع حد في الثانوية العامة؟ طب ليه؟ اول حاجة نسبة 99% انه الصديق ده دايما بيأثر علينا بالسلب، دايما بيأثر علينا بالسلب. وانا بقول بنسبة 99%. في ناس ودي اقلية. طب ليه احنا نروح للاقلية، او ليه ان انا احط نفسي في احتمال انه الصديق ده بيأثر عليا بطريقة سلبية، واني انا امشي مع حد في ثانوية عامة ان انا اروح معاه الدروس، وان انا اكون مرتبط معاه في حاجات كتير؟ لا، لازم تمشي مع نفسك. لازم تكون انت بالنسبة لك الفترة دي اهم فترة في حياتك، لانك انت لو كنت انسان فاشل، او لو انت فشلت في المرحلة دي، يعني هتأثر في نفسيتك باقي عمرك. لازم تكون عارف انك انت صاحبك مش زيك، وتفكيره مش زيك، ودرجة استيعابه او درجة استيعابك مش بتكونوا زي بعض. لذلك في ناس ما بتكتشفش ده، والسبب يكتشفه بعد للأسف ما يتخلص الامتحانات وما يوصلش للي هو عايزه، يكتشف انه هو ما كانش ينفع انه هو يمشي مع حد في الثانوية العامة. ومش بقول لك انك انت تخاصم الناس او تزعل الناس منك، لا ابدا اطلاقا. انت لازم تكون ماشي مع نفسك، او ما تصاحبش حد في الفترة دي، او ما تمشيش مع حد في الفترة دي عشان حاجات كتير. واحد من اهمها، في ناس بالنسبة له المذاكرة مش مهمة، بالنسبة له الثانوية العامة مش مهمة، فممكن ده يأثر عليك. بس عايز احكي لك كده قصة طريفة بالنسبة لبعض الطلاب. في واحد يقول لك انا ما فتحتش الكتاب، انا ما فتحتوش. بالنسبة له هو ما فتحوش غير بالنسبة لك انت ما فتحتوش، لانك انت بتكون فعلا ما فتحتوش بالمعنى اللفظي. تعال اقول لك قصة كده. كان في 2 صحاب بياخدوا درس رياضة مع بعض. فالمهم اول يوم في الثانوية العامة راحوا اخدوا الدرس، والمدرس اداهم طبعا الهوم وورك اللي خاص بالمادة. المهم طبعا ما بين كل مادة ومادة بيبقى فيه اسبوع كده، او ما بين كل حصة وحصة في اسبوع كده انهم هم عشان يروحوا الحصة اللي بعديها. فكل شوية الصاحب يرن على صاحبه يقول له ايه، خلصت الامتحان؟ خلصت الاختبارات اللي مديهالنا المستر؟ حليت الواجب؟ يقول له لا انا ما فتحتوش. المهم يوم يجيب يوم، يوم يجيب يوم، لحد ما راحوا قدام المستر. طبعا تاني استريح كده وعارف انه صاحبه او صديقه ما عملش الواجب، فهو رايح مبسوط، احنا والاتنين ما عملناهوش. المهم المستر بيسأل مين عمل الواجب ده، بيبص بيلاقي القاعة كلها رافعة ايديها، حتى صديقه اللي بيقول له ما فتحتوش اتصدم. يعني ازاي ما انت قلت لي ما فتحتوش؟ فطبعا كمان المدرس بدأ يسأل في الواجب ده، يعني قلت يمكن غشه من حد، لا ده بدأ يجاوب، وبدأ ان هو يجاوب بطريقة حد مذاكر. فطبعا صديقه ده اتصدم فيه. ولكن هقول لك هو ولا صدمة ولا حاجة، كلمة ما فتحتوش بالنسبة لبعض الطلاب انه هو يروح يذاكر الدرس بتاعه، يحل واجباته، هو لسه ما قعدش القعدة بتاعت المذاكرة. في ناس مسكينة بالنسبة له كلمة ما فتحتوش التراب لسه على المذكرة، ما فتحوش بالمعنى الحرفي. لذلك بقول لك امشي مع نفسك في الثانوية العامة، واختار فعلا الوقت اللي انت هتذاكر فيه، واختار انك انت الوقت ده اولى بيه مذاكرتك، واولى بيه نفسك، مش اولى بيه صديقك او زميلك اللي هتمشي معاه. وزي ما قلت لك كل واحد بالنسبة له المذاكرة مختلفة للتاني، فانت لازم تكون ماشي مع نفسك. ما تتبعش حد يقولك يلا نروح مراجعة انت مش محتاجها، ولا تعال نشوف المدرس الخطير اللي بيطير، ولا تنين الكيمياء، ولا ديناصور الفيزياء، ولا كل الحاجات اللي احنا بنسمعها دي. استرجل، لانه السنة دي فعلا سنة حاسمة في باقي عمرك. حتى لو انت ربنا ما اردش تدخل الكلية دي، ما تجيش في يوم وتندم وتقول ان انا كان في حاجة المفروض اعملها ما عملتهاش. انت ذاكر، والتوفيق على ربنا ان شاء الله. وان شاء الله اتمنى لكم مستقبل باهر ان شاء الله. اتمنى اشوفكم في الاماكن اللي حبها قلبكم. كان معكم مستر محمد امين، انتظروني في فيديو جديد. شكرا.